السلام عليكم، أهلا بكم في الحلقة رقم 7 من سلسلة Gate for Beginners. النهاردة هنجاوب على سؤال مهم جدا: ازاي نمسح فايل من الجيت ريبوزيتوري لو احنا رفعناه بالغلط. تخيل معايا السيناريو ده: انت شغال على المشروع، عملت فايل فيه personal data sensitive data زي اليوزر نيم والباسورد بتوعك، وسميته مثلا personal data .txt. تعالى كده نعمل create للفايل ده. هنيجي هنا ونكتب personal data .txt، وفي يوزر نيم بيساوي وليكن محمد، الباسورد بيساوي admin 123. طبعا الملف ده المفروض يفضل على جهازك الشخصي، ما ينفعش يترفع على جيت هاب او ترفعه على اي ريموت ريبوزيتوري. لا، نعمل ملف كمان نسميه readme دوت ام دي، والدوت ام دي اختصار لمارك داون. مارك داون ده زي اسلوب كتابة كده بيخلي التوثيق بتاعك منظم وجميل لما تيجي تعرضه على جيت هاب او اي ريموت ريبوزيتوري. يعني ايه؟ يعني الاشخاص بيخشوا لما بييجوا يشوفوا المشاريع اللي على جيت هاب بيخشوا على ملف الريدمي دوت ام دي. ده بيعتبر الملف اللي بيتوثق بيه المشروع بتاعك. بتبقى انت كاتب فيه ايه؟ المفروض بتبقى كاتب فيه وصف المشروع بيعمل ايه، خطوات تشغيل او تثبيت المشروع، ايه متطلبات الخاصة بالمشروع. ممكن كمان تحط معلومات عن الشركة او الشخص اللي عامل البروجكت ده. تمام؟ يعني لو حد جديد دخل على المشروع بتاعك هيعرف كل حاجة عن المشروع من ملف الريدمي دوت ام دي. نكتب get status، هيقولك ان انت عندك ملفين untracked فايل، وحتى لو انت جيت تبص هنا على الملفات اللي احنا عملناها هتلاقي حرف اليو جنبها. ده معناته ان الفايلز دول الجيت ما يعرفش عنهم حاجة، محتاجين نخليه يعمل لهم تراك. تعالى كده نعدل في الفيرست كود، نعمل اي حاجة كده. ممكن نكتب connect to the database. تمام. هتيجي نعمل get status، هيقولك ايه؟ هيقولك انت عندك modified file. طيب الموديفايد فايل ده اللي هو my first code احنا عدلنا فيه وممكن نرفعه commit. الملفين التانيين اللي هو البيرسونال داتا دوت تي اكس تي والريدمي دوت ام دي دول بيقولك عليهم ان هما new file. بعد كده لو انت عاوز تضيفهم للستaging اريا، طبعا هتعمل ايه؟ جيت اد واسم الفايل، بعد كده تعمل جيت اد مرتين كمان عشان معاك 3 ملفات. ده كده طبعا هياخد منك وقت. انت عايز ترفع كل الملفات اللي معاك، هتعمل ايه؟ هتعمل جيت اد دوت، بعد كده دوس انتر. كده هو هيبعت كل الملفات اللي عندك في البروجكت للستaging اريا وجاهزين اللي هم يتعمل لهم كوميت. تعالى كده نعمل جيت كوميت داش ام، ممكن نقول ايه؟ connect to the database and readme file. كده الملف البيرسونال داتا بتاعك بقى جوه الجيت ريبوزيتوري. المشكلة هنا بقى بعد فترة قررت انت ترفع المشروع بتاعك على جيت هاب، كده انت عملت كارثة. الملف فيه البيانات الحساسة بتاعتك هيبان لكل الناس. لو جيت عملت ديليت من الفايلز هنا، الملف هيتحذف من جهازك، بس هو لسه مازال جوه الجيت، جوه الدوت جيت. مش قلنا ان الدوت جيت دوت هو الفولدر، هو ده الريبوزيتوري بتاعك، هو لسه موجود. الهيستوري بتاع الفايل دوت موجود في الجيت هيستوري، هو لسه الكوميت بتاع الفايل ده متسجل في الجيت هيستوري. طب هتعمل ايه؟ تعالى كده نرجع الاول الفايل كده. بعد كده تعالى نكتب الكوماند اللي هيخليني امسح الفايل من الجيت ريبوزيتوري، وهكتب git rm. بعد كده داش داش cached. بعد كده هنكتب اسم الفايل personal data دوت txt.
بعد كده هتلاحظ ان الملف ده untracked بقى رجع لحرف اليو تاني اهوت. ده معناته ان هو خلاص انا مش عامل له تراكنج وخلاص مسحته من الريبوزيتوري. مفيش اي بيانات عندي متسجله تخصه في الجيت. دلوقتي ممكن نحذفه من الجهاز بتاعنا عادي، ممكن نحذفه من الفايلز هنا عادي، ديليت فايل عادي من الماوس او الكيبورد وخلاص. تعالى بقى نعمل كوميت. خد بالك ان انت لما جيت تمسح الملف ده تشينج، ده كده هو بالنسبه له اللي انت عملت ديليت للفايل ده عباره عن تشينج. فهتيجي تكتب كده كوميت تقول له get commit dash m remove ال sensitive data file او ال personal data file اي مسج. كده انت حفظت الكوميت تمام. وكده النتيجة اللي احنا وصلنا لها ان الملف خلاص شلناه من الريبوزيتوري، مفيش اي بيانات حساسة هتطلع معاك لما تيجي تعمل بوش او ترفع الفايل بتاعك على جيت هاب. كده انت امنت نفسك. وان شاء الله مستقبلا في فولدر اسمه دوت جيت اجنور، ده انت ممكن تحط فيه الفولدرز او الفايلز اللي انت مش مهتم اللي انت تبقى ترفعها. هنبقى نتكلم على الجزئية ديت فيما بعد. ولو وصلت لهنا ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وشير، لان ده بيساعدني ان انا اكمل في باقي الفيديوهات. وشكرا جدا ليكم.